المصور حمادة سماسم، بدنا نرحب فيك استاذ حمادة. طبعا فيك تتفضل. صباح الخير. فيك تقعد. مرحبا. اهلا وسهلا، تفضل. استاذ حمادة، شفت الصورة؟ ايه للاتشنس. ايه. اول شيء صباح الخير، وهيك بعرف انك تعبان ولهيك فيك تشرب مي اذا بدك. كيفكم؟ تمام، نحن الحمد لله. هلا بالصورة اللي شفناها لوحش اسطوري اسمه لاتشنس. فيعني شو رايك كمصور فوتوغرافي بهي الصوره؟ هلا معظم الصور العالميه هي انه كخدع مثل اللي شفناها في عده صور على نفس النمط ممكن تتاخذ بنفس الشيء، وانتشرت وصارت يعني انه مشهوره بهالقصه. طيب هلا بس يعني شفتها يعني عم يقلنا كان استاذ نضال انه هي من الارشيف. من الارشيف، وهي من سنه 1934 واستخدمت لتشويه بسمعه الجريده، سمعه جريده الديلي ميل. ممكن انت تعمل هيك شيء؟ هلا لا، انا انه اذا عندك نقد معين. لا انا ما يعني ممكن شوف، انا كمشاهد بتفرج على شيء ما ممكن اخذ مثله. انا بالنسبه لي انا استخدم عدستي لاخذ شيء عم شوفه بعيني فقط. للجماليات، للجمالي، انه كأنا عندي عدسة فبنقل الشيء اللي عم شوفه بعيني، الشيء الحلو، الشيء اللي بيعطي أمل، اللي بيعطي تفاؤل. قد ايه ممكن تكون الصورة اختزال لحدث أو لذكرى أو لحكاية؟ هي الصورة توثيق لحظة، توثيق أي شيء حلو، وفي يكون حزين، في يكون مفرح، في يكون يعني هي توثيق، تخليد للحظة، تخليد لحظة بالضبط. طيب هلا بدنا نحكي عن دورة عيون عدسة سورية الثانية. هلا خلينا نحكي عنها. طبعا كثير يعطيك العافية على هالجهود المبذولة. خبرنا عنها، ايمتى بلشت الدورة الأولى واللي مشاركين فيها كمان، وكيف ممكن يشاركوا، كل هاي التفاصيل كمان إذا في حدا عباله يصير محترف فوتوغراف. هلا الدورة طلعت فكرتها من قبل رمضان بشهر تقريبا. كنت عم يعني حسب كل حدا بيتصفح النت وبيشوف الصفحات التصوير اللي انتشرت بشكل كبير. كل ما حدا حمل كاميرا بالضبط. فطلعت بفكرة انه هعمل دورة تصوير للهواة، وخصوصي للموبايلات، هي دورة تصوير بالموبايل. فشفت من جديد او من سنة واكثر انه الموبايلات معظمها عم يهتموا بقصة الكاميرا. ففي اعدادات كثيرة ما حدا عم بيستغلها. فأنا كل ما اجت شيء يعني موبايل حديث بإيدي فبقعد بشوف شو في كذا، فاكتشف في شغلات وفي نتائج حلوة يعني. أول دورة عملتها إنه في إجا طلاب عليها وهن هواة. هاي الصور اللي عم تشوفوها، هدول الطلاب اللي عاملينها. هاي دورة عيون عدسة سورية واحد. هاي عنان تيلو اسمها؟ ايه، عنان تيلو. اوكي. هي مصورة احترافية، بس سجلت بالموبايل، بدها تشوف شو هذا الجديد. الناس حبت الفكرة وشافتها شيء جديد، انه ما أول مرة بيشوفوا دورة تصوير بالموبايل. طب هلا في موبايلات معينة معناتها لازم تستخدم؟ هلا ممكن انه في ناس يمكن ما عندها قدرة. بالضبط. هلا في حدا صور، في حدا سجل انه عدسة موبايله 3.2 يعني الأخف شيء، وطلع معه. فهي بس قصة انه اساسيات للصورة، شيء انه اعطي صورة حلوة. وقت اللي بينتشر فكر الصورة الحلوة فبيرتقي الصورة الحلوة، بتصير بمستوى واحد. الصورة الاحترافية بتبرز، فالاحترافي بيطلع لفوق. هلا في مصور انا يعني ما اتذكر شو اسمه، من زمان سمعت هيك شيء، بمعنى انه القلب والعقل هن العدسه تبع الكاميرا. هلا بالضبط. انا بقول لطلابي دائما انه انت عينك هي افضل، العين هي افضل كاميرا او افضل شيء. فنحن على طول بنقيس بعيننا، بنشوف بعيننا، وعلى اساسه بناخذ بالعدسه. ليه حبيت تعمل دوره للهواة الشباب؟ يعني هل ممكن لانه انت يمكن لما كنت صغير في شيء له علاقه بانه انت ما حدا ما لقيت الدعم الكافي؟ هلا هو صار في شيء من هذا الشيء، انه انا تعلمت لحالي، انه جبت الكاميرا كنت احطها على الاوتو واشتغل. بعدين شفت في شيء اسمه يدوي او مانويل، فعدل شوف حتى صرت اعرف شوي بالكاميرا. ولحد الان ماني بعرف كل شيء يعني، بس انه
يعني لحالي بجرب على التجريب. فكمان فكره الدوره وقت عملتها انه انا بما انه ما حدا علمني فانا لازم انشر هذا الشيء. ونفس الشيء طلابي مثلا فيهم ينشروا اللي عم بعطيهم اياه لرفقاتهم، فخليها تنتشر فكر الصوره الحلوه، الصوره الصحيحه. خلينا كلياتنا نكون فوتوغرافرز وكلياتنا عيوننا حلوه. هلا مو ضروري يكون فوتوغراف انه ياخذ صوره حلوه ولو كان بالضبط. اي حدا مثلا انت بسهره مع رفقاتك بدك تاخذي صوره جماعيه او لرفيقتك او شيء تاخذي لها صوره حلوه. طيب هلا الفكره منها. طيب هلا عم نشوف نحن صورك. ايوه هلا احكي لنا عن هاي الصوره يعني هيك ممكن تحمل كثير معاني. فخبرنا شو المعنى المعنى في قلب الشاعر. ضمن برنامج يومي بصفحه عدسه سوريه اللي اسستها من سنه. في شيء اسمه لقطه اليوم، برنامج يومي اسمه لقطه اليوم مع تاريخ وشيء موثق، انه كل يوم في لقطه بتحكي عن منطقه، عن حاره، عن مثل لقطة مثلا الختيار اللي صافن مأخوذة بنفس اليوم، مأخوذة بنفس اليوم مع تاريخ ومع اسم المنطقة اللي مصور فيها، مع ممكن اجيب مثلا يا اكتب مع كلام من عندي او اكتب كلام من عند شاعر معين. بختار كثير دائما يا محمود درويش يا اما نزار قباني اما حدا من الشعراء كلام يناسب الصورة. ما هو الفن ما فينا نجزئه، كلياته مرتبط ببعضه مع بعضه. فالفوتوغرافر هلا شاعر كمان تكتب شيء هلا ممكن اكتب شيء بس انه ما بعتبر حالي انه لا بس انه الصوره بتخليك تكتب. طيب هلا خلينا نحكي عن الدوره، كيف ممكن الطلاب انه يعني كيف عم تثقفوهم للطلاب بحيث انه هن يصيروا مصورين محترفين؟ وفي ناس انت عم تقول لي مثل ما حضرتك حكيت انه في ناس محترفين وعم يسجلوا فيه، شو ممكن تضيف لهم هي بالنسبه للمحترفين انه بشوف شو ناقصهم. هلا بالنسبه بعطيهم نظري وبعطيهم عملي. هلا هي مدتها 3 ايام وعم يطلع نتائج حلوه. هي 3 ايام لانه مضغوطه، يعني دوره انه مضغوطه بتصير مكثفه. بعطيهم الاساسيات، بعطيهم انه كيف ياخذوا صوره. في شيء اسمه نقاط ذهبيه بالصوره لازم يعرفوها. في بنبتعد عن اخطاء الشائعه. قلنا اياهم ولا اسرار المهنه؟ هلا بقول لك اياهم او اذا بدك سجلي فيها. ايه خلص. ايه هلا على سيره التسجيل لازم تخبرنا. ايه بالضبط. طيب على هالاساس عم نشتغل عليها. طيب هلا عم نحكي عن التسجيل والناس اللي حابين كثير وبنعرف ناس حابين. انا عامل ايفنت ببيج عدسه سوريه، هي صفحه عدسه سوريه. عدسه سوريه حماده سميسين فوتوغرافي، هيك اسمها على الفيس، او بس كتبوا عدسه سوريه بيطلع اسم الصفحه. فيها ايفنت، الايفنت دوره عيون عدسه سوريه 2. فهي الدوره الثانيه، فبيسجلوا عليها. حاطط عامل مجموعه مغلقه للطلاب مشان التواصل معهم، وحاطط لهم الاوقات. قسمت لانه وقت اجى الطلاب كثير فما خرج اعطي مثلا كميه طلاب كبيره، فقسمتهم 5 3 ايام ب3 ايام. وبتروحوا على اماكن مع بعضكم ايه هلا ممكن نجتمع بكافيه او ممكن بالغرفه بالمرسم عندي نعطيهم نظري. يعني ما في عنوان محدد؟ ممكن ما في عنوان محدد. هي حلاوه القصه ومو بالطريق. وهي بالاصل انه ما هي العدد الكبير لحتى يكون بدها ترخيص. في رسم معين لازم يدفعوه الطلاب ولا؟ انا عامل هلا انا كثير مراعي قصه انه هن طلاب مثلا هن اشخاص عاديين، معظمهم طلاب معظمهم. فانا كثير راعيت القصه وانه عملته بشكل رمزي كثير. طيب منيح يعني هذا. فانه بدنا نراعي الظروف. طب هلا هل برايك التصوير او لا خلينا نقول العين الحلوه، التصوير لما كان في يمسك هالموبايل او هالكاميرا ويصور، العين الحلوه هل هو شيء موهبه فن موجود جواتنا ولا شيء مكتسب بنكتسبه نحن؟ هلا كل انسان له عين شكل. ممكن انا اشوف هالكاسه من منظور هون معين، انت تشوفيها بمكان ثاني وتشوفيها شيء ثاني. كل عين تشوف شكل، بس كل الاحوال انه فيها العين تتدرب. اذا بتشوف شيء حلو فيها تتدرب، بنقدر ندرب عيننا. بس في ناس ممكن تشوف شيء حلو بس ما تطلعه بالجماليه اللي بيستحقها، يعني ما بتعطيها للصوره حقها. فهذا الشيء اللي عم نحكي عنه، هذا الشيء اللي ممكن يكتسب بعدين. بالضبط. هلا في كثير ناس عندهم شيء حلو، فينا ندربهم على هالقصه انه يدرب عينه، يشوف شغل غيره بنفس الوقت. انا لحد الان بشوف شغل كل الناس، بشوف انه هون في اخطاء، هون في شيء حلو، هون في كذا.
وكمان انه نضل نشوف، حتى بنشوف صور القديمين. هلا في كثير مصورين قدماء اخذوا صور لدمشق القديمه وهن بارشيف كثير مواقع الكترونيه انا كثير بشوفها، وعلى اساسها عملت حكايه وصوره بعدسه سوريه، انه اخذ صوره قديمه ونفس بنفس الزاويه اخذ صوره جديده حطهم جنب بعضهم واكتب التاريخ هي وتاريخ هي واكتب قصه هالمكان. طيب هلا بدنا منك هلا طبعا ما بدنا نفوت يا ريت لو في وقت لحتى نفوت تفاصيل انه بموضوع في ناس بتصور فينتج وفي ناس شيء بيكون قديم بتحب الصور اللي شكلها قديم بتبين مثل انه كانه عم نشوف شيء صار له زمان كثير، وفي ناس بتحب الالوان الكثيره، في ناس تستخدم فوتوشوب. يعني كنت متمنيه لو نفوت بكل هاي التفاصيل، بس الناس كل الناس اللي حابه تتعلم هاي الاشياء فيهم يروحوا يشوفوا يعملوا الدوره. هلا بالنسبه للدوره مثل ما قلت هي دوره خاصه بالموبايل، بس انه بيعطي صوره حلوه مثل ما شفنا النتائج، فيهم يشوفوا النتائج الطلاب اللي قبلهم ضمن البوم كمان سميته باسم الدوره. ففيهم يشوفوا يعني بيشوفوا كل شيء كنتائج، فانه هيك بعلم كصوره صحيحه كصوره جميله يطلع بالاخير صوره جميله معه. طيب هلا نصيحه اخيره للناس، في ناس ما فيها تجي مثلا عندها ظروف معينه ما فيها، نصائح للتصوير يعني كحماده او مثلا في مصور معين مثلا بتحب تخبرهم انه شوفوا عالمي يعني غير صورك؟ هلا ماني وارد كثير بالاسماء العالميه هلا، بس انه يشوفوا اي شغل وهن يقيموا في يعني بالاخير كل واحد له عين، ممكن انا الصوره ما تعجبني ممكن تعجبك انت، بس في قواعد اساسيه انه بنمشي عليها. كل واحد عنده بقى كل واحد عنده المدرسه اللي حب ينتمي لها. وعين المصور ليست كباقي الاعين. ومثل ما قلنا يعني انا بدي ارجع اكد على انه بعدني حاببت هاي المقوله، العقل والقلب هن العدستين لكل شيء، لعدسه هي الكاميرا الموجوده قدامنا. فانا بدي اتشكرك، ما شدي لك الاعلامي ولا المصور ولا الرسام الاستاذ حماده سميسم، شكرا كثير لك. وهلا بركيك بالفاصل بتعطينا هيك شي صوره كمان تخبرني اسرار المهنه، وبدوره خاصه عليك. ايه هي لإلي انها دوره خاصه وحسمها استاذ نضال كمان اذا حابب دوره لفريق العمل كله. ايه اوكي. طيب شكرا لك، واكيد نحن بنتمنى انه نعمل دورات، كل الدورات اللي ممكن تفيدنا.